مرحبا بكم سيداتي وسادتي في هذه الأجواء الثلجية حيث تقام مباراة اليوم. كل شيء يبدو وكأنه معد من أجل مباراة كبيرة، مباراة ممتعة، متوقع هذا الشيء، وبالتأكيد لن تكون الثلوج عائقا أمام تقديم مباراة كبيرة. كل شيء رائع هنا، الألوان، الأجواء، الأهازيج، هذه متعة الحضور والوجود في المدرجات. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. تصويبة على المرمى، إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثبات. جوردي ألبا، صورة مطابقة من الفرصة الضائعة السابقة. الركنية الثانية في المباراة. ركنية قصيرة الآن باتجاه اليمين والتسديد. الآن محاولة لرد الخطورة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. سقوط داخل 18. هل أنها ركلة جزاء؟ مع قرار كهذا الموقف صعب جدا عليهم. بطاقة صفراء مستحقة. يضعها في المرمى، ينجح من علامة الجزاء في التسجيل من هذه اللقطة. لم يكن هناك أدنى شك في استغلال الكرة وتسجيلها. خدع الحارس ببراعة كبيرة. هذه هي النقطة الأهم في تنفيذ ركلات الجزاء. يا لها من بداية قوية هنا، وهدف أول مبكر. دي باول، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. ليونيل ميسي، شوف المتعة والفن والامتاع. هذه كرة جول، سحب كبير يتكرر مع ضياع الفرصة. هذا التاكلينج رائع من دون شك. إلى أين هذه التمريرة؟ مباراة مثيرة، وحتى إذا كان متأخر في النتيجة يظل قادر على تصحيح الأوضاع بدون شك. تغيير الملعب ناحية اليمين، بينية جميلة. الآن فرصتهم للمرتدة. سافيتش، شوف الدقة في هذه التمريرة، حلوة هذه التمريرة. يحصل على المساحة. دي باول، البينية حلوة الآن. سالم الدوسري، تروح الآن جميلة خلف الدفاع. يا لها من مراوغة، وأصبحت ضربة ركنية. يلعبون ركنية قصيرة، فيها ضربة ركنية. روبن نيفيز يلعب كرة قصيرة. هذه فرصة كبيرة الآن، بعيدة جدا عن المرمى. لا يوجد كلام هنا يعبر عن مدى الإحباط من ضياع هذه الفرصة.
جوردي ألبا، أوستاري، يحاول صنع الفارق. كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. توغل وفات الآن، خطيرة، مجهود رائع. داروين أكيد يشعر بأن التوفيق لم يحالفه في هذه المرة. ضاعت الكرة هنا. لا أعتقد أنه سعيد بما حدث هنا. حلوة هذه الكرة. دي باول، روبن نيفيز، كرة تلعب على اليمين. حصلوا على رمية جانبية. لعبة رائعة الآن. ميسي، هنا محاولة جيدة. يا سلام على هذا الاعتراض. في هذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. شوط أول جيد، التقدم بهدف يعني أن هناك إثارة أكبر في الشوط الثاني. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. في هذه الظروف يجب أن يلعب الفريق بتوازن في الأداء، لأن الاندفاع نحو الهجوم قد تكون له نتائج عكسية. دي باول، كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرمه من الكرة. عدى وتوغل هنا. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. كان أمر حتمي وطبيعي أن يفقد الكرة، لن يقدر على تجاوز الجميع بمفرده، ربما عليه أن يلعب بشكل جماعي أكبر. دي باول، قراءة ممتازة للكرة، تميز في قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. يجب أن يستغلها الآن، فرصة سانحة للتسجيل. يرسل عرضية، موجود لإبعاد الكرة. مالكوم، الآن هجمة مرتدة، قد تكون هذه فرصتهم. هل تمر الكرة؟ الإمكانية الآن. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. تشتيت الكرة بدون تفكير. عليهم الاستمرار في المحاولة والهجوم. واضح هناك تسرع. الآن تقدم جيد. لا أعتقد أنهم يستحقون هذه الخسارة اليوم. قدموا كل شيء تقريبا، لم يكن عندهم نواقص مع الخصم، لكنهم لم يكونوا أيضا محظوظين. ناصر الدوسري، حسان تنبكتي، يشتت الكرة بعيدا. ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هيرنانديز، حسان تنبكتي، كوليبالي، تمريرة خلف المدافعين، يرسلها يمكن يسجل. يا إلهي، الكرة تعانق الشباك وتشعل الأجواء وتبدأ الاحتفالات في المدرجات. المباراة تعود لنقطة البداية، تعادل يأتي وأي إثارة هنا. الآن أصبحت علامة مسجلة باسم الفريق. بارع جدا هذا الفريق في تنظيم الهجمات المعاكسة. المرتدات هنا لا مثيل لها.
Substitution in progress. الهلال السعودي يحاول إيجاد حل تغيير على أمل تحسين وضعيته في المباراة. بهذا الهدف بهذا التعادل تعود المباراة إلى نقطة البداية. حتى الآن منافسة شرسة والتعادل أكيد لا يرضي الطرفين. كوليبالي مغامرة من أجل استعادة الكرة. تمريرة بدون تركيز. واضح من شراسة الفريق أمام المرمى أنه يريد الخروج منتصرا في الدقائق الأخيرة. تيو هرنانديز عليهم عمل شيء من أجل تغيير النتيجة. خطيرة هنا. بوسكيتس، جوردي ألبا. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. سيرجيو بوسكيتس. There will be 3 minutes added time. لويس سواريز. ويوقف الحكم إذن البطاقة الصفراء. هرنانديز، سالم الدوسري، دي باول، والحكم يشير إلى مخالفة الآن. ثاني بطاقة صفراء، ولذلك فإنه سيغادر أرضية الملعب بعد حالة الطرد الآن. هذه هي الدراما والإثارة المطلوبة في كرة القدم. ها هي صافرة نهاية المباراة، ولا يزال كل فريق غير قادر على تحقيق الفوز. مباراة مثيرة فيها ندية، ونتيجة التعادل عادلة تقريبا في 90 دقيقة من التنافس على أرضية الملعب. أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والنتيجة هي التعادل. بالتالي سنذهب وإياكم إلى الأوقات الإضافية. Substitution on the field. Number 32 coming on the field is تتواصل أحداث بعد 90 دقيقة من اللعب بدون أهداف. هل سنشاهد هدف في نصف ساعة الأخيرة من المباراة في الأشواط الإضافية؟ سننتظر. الكل يترقب ما يتبقى من دقائق صعبة مثيرة في هذه المباراة. سجلوا هدف التعادل الرائع في وقت مميز مهم جدا في هذه المباراة، جعل المباراة تتجه إلى الوقت الإضافي وأظهروا شخصية كبيرة. هل يمكنهم مواصلة هذا الأداء الكبير اللي قدموه في الدقائق القليلة الماضية؟ لنتابع معا. الآن يأخذ المبادرة، كرة عرضية بالرأس الآن، وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما. كان عنده متسع من الوقت لاتخاذ القرار لكنه فشل في النهاية. الهلال السعودي يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. داروين، سواريز، نجحت البينية. ميسي، والفرصة خطيرة على المرمى، يلعب كرة. للتاريخ. واضح التركيز، واضح العزيمة والضغط على الخصم من أجل تسجيل مثل هذه الأهداف.
كان في إصرار رائع في الضغط وإجبار الخصم على ارتكاب الأخطاء، ومن ثم استغلال الخطأ في التحول الهجومي وتسجيل هدف رائع. متفوقون بفارق هدف وحيد. متعب الحربي، سالم There الدوسري، will be 1 minute added time. سالم الدوسري، تمرير، وهكذا إذا نصل إلى نهاية الشوط الإضافي الأول. كل فريق يحاول أن يصمد في هذه المباراة حتى النهاية. معركة صمود في هذه اللحظات من دون شك. ستبدأ أحداث الشوط الإضافي الثاني. التوتر هو الشيء السائد بين الحضور وحتى على مقعد البدلاء. لا مجال للأخطاء، لا مجال للتهاون، لأنه أي خطأ قد يكون مكلف ولا يمكن تعويضه بعد ذلك. بذل الكثير من المجهودات في الدقائق الماضية. هل يمكنهم الفريقين مواصلة ذلك لمدة ربع ساعة أخرى؟ يتدخل ويقطع الكرة. يبدو أن هناك خطأ، الحكم يمنح ركلة حرة. سالم الدوسري يستلمها على الطرف. الكرة الأرضية إلى المنطقة، موجود لإبعاد الكرة. تشتيت الآن. الله على المهارة. الآن تأتي الفرصة من أجل حسم الفوز في هذه المباراة وتعزيز التقدم في آخر الدقائق. استعادة سريعة هنا، فيها مغامرة هذه الكرة. يلا جول. الصافرة تنطلق وتنتهي المباراة. هذا عندما يكون الفريق كجسد واحد كمجموعة. عمل رائع بصراحة. ميسي اختير رجل المباراة ويستحق هذه الجائزة في رأيي. Please make sure to watch the screen. عاد من التأخر ونجح في التقدم في النتيجة. يجب أن نشيد بالمجهود الكبير اللي قام به الفريق من أجل العودة من الوراء